بخصوص هذا المعرض الأثري مجموعة من القطع الأثرية للملك الفرعوني تتعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدنا وشرفنا ان احنا بنعقد معرض كنوز الملك توت عنخ آمون في مدينة فاس عاصمة العلوم والثقافة. وبناء على مدى اهتمام اهل فاس بالثقافة خاصة الثقافة المصرية، وما بالك لما يكون معرض لكنوز ملك من الملوك الفراعنة، أصغر ملك مشهور جدا على مستوى العالم، مش لافتتاحاته ولا لزياراته ولا انجازاته، ولكنه لانه كان اصغر ملك تولى الحكم عنده 9 سنوات وتوفى عنده 19 سنه، وكان بموته رؤوس عارفين ايه سبب الموت، وكانت هناك العديد من الاقاويل، بالاضافه لانه كان هو الملك الفرعوني الوحيد اللي المقبره بتاعته تحتوي على كنوز حقيقيه لكل احتياجات الملك. من اول كرسي العرش في ست احجام من كرسي العرش، في سرير الملك، في صندل الملك، في مانيكان للملك، في كل شيء بالنسبه للملك، بالاضافه لشيء يعني يعتبر تحفه من التحف لا تقدر بثمن، ماسك ذهب خالص للملك توت عنخ آمون، بالاضافه للتابوت بتاعه. التابوت بتاعه كان مغطى بغطاء من الخشب مطعم بالذهب والالوان والاحجار الكريمه، مش غطاء واحد، غطاءين، والغطاء الثالث غطاء ذهب خالص. فيعتبر كنوز الملك توت عنخ آمون اللي احنا جايبين نماذج منها لان هي كبيره كتيره جدا، حوالي 385 قطعه، ومن الصعب جدا ان احنا نشيلها، لكن احنا جبنا نموذج يمثل بعض التحف اللي تهم الزائر وتهم المواطن عشان يتعرف على كنوز الملك توت عنخ آمون. نعم. بالنسبه لهذا المعرض الاثري هو سيحط رحال حتى رحال مدينه الرباط اليوم في مدينه فاس، بعد فاس بجهه تزلزل اذا كيفاش يتم اختيار هذه المحطات؟ المحطات دي اخترنا بالتنسيق مع وزاره الثقافه المغربيه، وفي نفس الوقت على حسب توفر الوقت والميعاد والمكان المناسب للمعرض حتى يتمكن المواطن العادي من ان هو يتعرف على كنوز الملك توت عنخ آمون. هذا دكتور المعرض ويدخل في اطار التبادل الثقافي ما بين البلدين، بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه المغربيه، الى اي حد تتصوروا دائما يكون هذا التبادل الثقافي وتنميه؟ هي ده من اجدادنا من اعماق التاريخ، العلاقات الثقافيه المصريه المغربيه على اعلى مستوى، وكل حضرتك تعرفيها من الافلام والمسلسلات والكتاب والادباء، فهناك علاقه ثقافيه ممتده عبر التاريخ، بالاضافه ان احنا بنحاول بنجتهد ان نزيد من العلاقات ديت عن طريق التنوع، اذا كان بفرق مسرحيه، اذا كان بمعارض ثقافيه، فن تشكيلي، بالموسيقى، كانت فرقه الموسيقى العربيه في الزياره لبني ملال في الشهرين وهكذا. المغرب تعتبر الدولة العربية الأولى في التبادل الثقافي مع مصر. شكرا جزيلا. بالتوفيق ان شاء كلنا مع بعض. كلنا ايد واحده. يلا بسم الله. بسم الله. المعرض ده معرض كنوز الملك توت عنخ آمون. الملك توت عنخ آمون ده اشهر ملك فرعوني في العالم. ليه؟ لانه مش بانجازاته، مش كل مقتنيات المقبره محتفظ بيها. بالاضافه مين توت عنخ آمون؟ توت عنخ آمون ابن الملك اخناتون او المحتب الرابع، اللي هو الفرعون اللي نادى بالله الواحد الاحد. كان الفراعنه بيعبدوا الهه كتير جدا. اخناتون او المحتب الرابع دعا الى اله واحد الاحد، واستمرت الحكم الواحد الاحد الى فتره توت عنخ آمون.
توت عنخ آمون تولى الملك بعد وفاة أخوه عن عمر يناهز 9 سنوات. 9 سنوات، واستمر الملك 19 سنة، يعني حكم 10 سنين فقط. توت عنخ آمون يعتبر من الملوك اللي كان اللي أشهر بالنسبة للفراعنة. تم اكتشاف المقبرة بتاعته في وادي الملوك في البر الغربي من نهر النيل عند مدينة طيبة اللي تعرف الآن بمدينة الأقصر. مدينة الأقصر بتحتوي على ثلث آثار العالم. ثلث آثار العالم، يعني يعتبر متحف مفتوح لآثار العالم في مدينة من الموميا، ويتم بعد كده لفها بلفافات اللي بتحفظ الجثة أو بتحفظ الجثمان إلى فترة أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد. الملك توت عنخ آمون ده تابوت بيكون محطوط برضه اكتشف في المقبرة. كانت ليه بنت صغيرة مات توت عنخ آمون، وبرضه عملوا التحنيط وضافوها في التابوت الصغير. التصميم والتناسب وفي نفس الوقت الزخرفة. كان في مكان للملك بيقعد هنا في مقدمة أو يقعد في المؤخرة، ودي كانوا في الغالب بيعملوها للتنزه يا إما في تشييع الجثمان من واضح لبعض اللي اسم الملك. ادي ده الخنجر بتاع الملك توت عنخ آمون اللي هو من الذهب الخالص. دي برضو ده كان موجود 2 خنجرين موجودين في اللفافات الكتاني اللي كان متحنط بيهم توت عنخ آمون. نفس خطوات التحنيط لكل البشر بتتم حتى لو كان طفل صغير. اسم الفرعون وبيتحط فيه برضه الاشياء الخاصه بالملك. كل المقبره كل ما تتخيله من احتياج الملك في الحياه اليوميه كان داخل المقبره، كان معاه داخل المقبره. وتلاحظوا كان الفراعنه بيحلقوا كل الشعر وبيلبسوا باروكه. دي برضه دي قلاده بيلبسها في الاحتفالات، بتكون على الصدر على هيئه نسر، والنسر ليه اجنحه عشان يقوم بحفظه. لما كان كانه بيركب بورد للتزحلق على سطح النيل وصياده اسماك او صيد الوحوش او ما برضه من ضمن الحاجات اللي كانت الفراعنه بتقدسها وبتحمي بيها من الارواح الشريره ومن اللصوص ومن كل شيء. ده بيحط هنا تلاقي في نسر، راس نسر ونسر قوه، نسر معناها القوه. فده برضه دي قلاده بيلبسها على راسه في الاحتفالات مختلفه. وهنا لما لابس نفس الحورس، حورس ده عين السماء، يعني هنا في بيشبه نفسه بالاله حورس اللي هو حارس السماء. فيها استخدامات كبيره في ان هي بتكون حافظه وطارده للارواح الشريره. تمثال معمول بنفس مقاس الملك عشان يتم تصميم الملابس عليه بدون اللجوء للملك. فبيعملوا له، تخيل ان هو ده كان حجمه بالظبط، يبتدوا يفصلوا عليه الملابس سواء ملابس الحرب سواء ملابس الاحتفالات او ملابس العاديه، بالاضافه للحلي. عايز يعمل قلاده يقدر ياخد المقاس من الراس، عايز يعمل قلاده وهكذا. مجسم، هو ده المجسم. مجسم على قد بحيث ما يزعجوش ان يجيبوا كل مره يقول له ناخد مقاسات عليه. الحرب كانوا الهكسوس بيعملوها للحرب، لا هم عملوها كمان عربه للاحتفالات. فدي تعتبر عربه للاحتفالات مش للحرب، وتلاقيها مزينه بالرقائق من الذهب قدر يسيطر عليه. ده كمان بقى لما كنا نحولوها للمعارك بيبتدي تزويدها ببعض الالات الحاده اللي بتكون ممتده من العجل بحيث ما حدش يقدر يقرب جنب الفرعون اللي راكب العجل. انا طبعا بتمنى ان انتم تكونوا خدتوا معلومه ولو قليله، لكن ممكن جدا تزور على الانترنت اي موقع وتكتب توت عنخ آمون هتلاقي فيه معلومات كتيره وهتلاقي فيه صور اكتر من كده. طبعا المعرض القطع نفسها 385 قطعه، ده كتير جدا وصعب جدا نقلها لان بتحتاج تامين فوق ما تتخيل. يعني راح امريكا قبل كده كانت التذكره الواحده بتوصل ل $1000 عشان الامريكان يخشوا يتفرجوا عليها. فاحنا ده هديه من مصر لشعب فاس عشان يستمتع. الإرادة. نشكر كل من لبى الدعوة وحضر معنا من مكونات المجتمع المدني ومن مكونات سياسية ونقابية وكل فعاليات على مستوى مدينة فاس، وندعوكم إلى حفل شاي على شرف هذا
نشكر في المدير الجهوي لجهه فاس بولمان. نتواجد اليوم برواق محمد القاسمي بافتتاح معرض الاثري المصري الملك محون، الذي ينظم في اطار علاقه التبادل الثقافي بين المملكه المغربيه ودوله مصر الشقيقه، وخاصه بين القسم الثقافي والمديريه الجهويه لجهه فاس بولمان. يندرج كذلك هذا في اطار توطيد العلاقات الثقافيه والفنيه بين الدولتين وبين الشعبين. فقدم هذا المعرض هو قدم العلاقه المغربيه المصريه، وكذلك نتمنى كما يتمنى الجميع ان توطد هذه العلاقه بين الدولتين، وان يكون العامل الثقافي هو الاساس. مش عايزين نقول التراث الفرعوني بس، العلاقات المصريه الثقافيه المغربيه علاقات قديمه كده منذ عقد التاريخ، وده يرجع للشعب المغربي المثقف جدا يعشق الثقافه المصريه. وبالتالي يكون علينا تحدي كبير جدا ان احنا نبني متطلبات الشعب المغربي لحبهم للثقافه، وكان من ضمنها المعرض كنوز الملك توت عنخ امون اللي بيقوم بجوله في مدن عديده في المملكه المغربيه. بدانا في مدينه الاهرامات العاصمه، ثم انتقلنا الى بني جلال، منه بينا الى عاصمه الصبا، وبعد كده ان شاء الله هنروح جرسيف. شكرا جزيلا.